السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبة لكم طريقة عمل البصارة. أنا جايبة نص كيلو من الفول المدشوش، وهنزل عليه بلتر مية، وهقطع عليه بصل. هبتدي أجهز المكونات بتاعتي. طبعا مقطعة بصلة كبيرة، ولو البصل صغير ممكن تقطعي 2 بصلتين صغيرين، و7 فصوص من الثوم، وهنزل بيهم في الحلة بتاعتي. الخضرة بتاعتي هتبقى عبارة عن ربطتين من البقدونس، ربطتين من الكزبرة. بس مش بحط شبت، ما تحطيش شبت فيها، هي مش محشي يعني عشان تحطي فيها. طبعا انا هسيب الحاجات دي كلها على البوتاجاز لحد ما تستوي طبعا، ونخلي الفول المدشوش يتهمك كويس جدا ويستوي كويس جدا مع الخضرة بتاعته. طبعا الوقت ده كله، الشكل بتاع الفول المدشوش لما اتسلق هو والخضرة والبصل والثوم، وهسيبه ان هو يبرد. طبعا عشان ايه؟ هحطه في الخلاط واخلطه في الخلاط. لازم تسيبوه يبرد. هبتدي ان انا اضربه في الخلاط ضرب كويس جدا لحد ما ينعم معايا. طبعا انا ضربت الفول المدشوش البصارة كويس جدا في الخلاط لحد ما نعمت معايا. والاكله دي طبعا عايزه بتنجان مخلل، عايزه مسقعه، عايزه بتنجان بالدقه. انا اخترت النهارده البتنجان اللي هو المخلل، بس انا هعمله النهارده مسلوق، لان احنا هناكله في نفس اليوم. لو انت عايزه ان انت تخزنيه عندك، هتبتدي ان انت تقليه في الزيت. دي التقليه بتاعه البصاره بتاعتنا. قطعت بصلايه كبيره، و5 فصوص من التوم كنت دقاهم، ونزلت بالتوم على البصل، وابتدي ان انا اقلب فيهم لحد ما البصلايه بتاعتي تحمر. واحط عليها كزبره، كزبرة ناشفة، كنت طحناها برضو عندي وشايلاها. فنزلت بيها وابتدي ان انا اقلب. ريحتها خطيرة جدا، وبصراحة طعمها كان جميل جدا. هبتدي ان انا اقلب لحد ما البصلة ما تحمر. وطبعا انا عندي البتنجان انا بسلقه دلوقتي على البوتاجاز على العين التانية. البتنجان المخلل. هنشل البصل اللي انا حمرته ده، مطلعاها لونها اصفر ومقرمشه، لان ده اللي هتتحط على وش البصاره. جزء اتحط على البصاره الطشه بتاعتي اللي عباره عن توم وبصل وكزبره مطحونه، وهبتدي ان انا اقلب فيها، واحط عليها الكمون، واحط عليها الملح بتاعي حسب الكميه. هو الفول المدشوش كان عندي نص كيلو بس. نزلت بالملح بتاعي ومعلقه ملوخيه ناشفه، دي برضو بتديها قوام وطعم وريحة حلوة قوي، بس ما تكتريش بالملوخية الناشفة. كفاية معلقة كبيرة واحدة بس، ما تكتريش على نص كيلو الفول المدشوش بتاعنا. وابتدي ان انا اقلب فيها كويس عشان ادوب الملح والكمون والملوخية الناشفة بتاعتي. وطبعا التقلية اللي انا حطيت نصها، ده كانت نصها على جنب، والنص التاني حطيته في الحلة. دلوقتي هبتدي ان انا اغرف في الطبق بتاعي، وابتدي ان انا اطلعها واحطها في الطبق واجهزها طبعا. ودلوقتي هحط البصلايه اللي انا محمراها على الوش بالكزبره بتاعتها، ده على الوش البصاره. وطعمها كان هايل جدا وجميله. طبعا انا ببتدي ان انا اجهز الفلفل الشطه بتاعي. حطيت فلفل اخضر على فلفل احمر، مع 4 فصوص من الثوم، مع نص معلقه من الكمون. وهحط الملح بتاعي 3/4 معلقة ملح، لأن كمية الفلفل كانت كتيرة شوية. وشوية من الخل. وهطحنهم بالكبة بتاعتي عشان أطحنهم طحن ناعم. هبتدي إن أنا أنعمها خالص، لأني أنا دلوقتي خلاص خلصت سلق البتنجان وسبته يبرد. وفضيت طبعا في طبق. البتنجان بتاعي فضيته في الطبق بتاعي، وادي البتنجان جاهز. وهعصر عليه ليمون، يعني ممكن نص ليمونة، ممكن ليمونة، على حسب كمية الفلفل بتاعك بتقدري تحددي الكمية. وابتدي ان انا البتنجان بتاعي ابتدي ان انا احشيه بالدقة بتاعتي الجميلة دي. ابتدي ان انا افتح البتنجانة. هو البتنجان الصغير ده يا جماعة بيبقى طعمه جميل قوي، وبيبقى طعمه لذيذ، وبيبقى حلو غير البتنجان الكبير.
نقوه الصغير بالنسبة للبتنجان المخلل، نقوا البتنجان الصغير بيبقى طعمه طعم قوي وحلو. وده رشة الجزر بتاعي. وانا كده خلصت البتنجان. وده شكله بعد ما اتعمل. وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك للقناة، قناة أكل حلو.